صباح الخير، مكملين في شرح زمن الماضي المستمر Part 2. النهاردة هنشرح فيه الفرق بين استخدامنا لوايل ووين كأدوات ربط. كنا المرة اللي فاتت في Part 1 شرحنا الكيوردز الدالة على زمن الماضي المستمر. شرحنا مجموعة كبيرة من الكلمات الدالة على الزمن زي as, just as, at that time, all day و all night، ومن ضمن الكيوردز دول شرحنا while و when. لكن النهاردة احنا هنستخدمهم كمان كأدوات ربط في الجملة، أو بنقول عليهم time conjunction. يعني إيه؟ يعني شبه حروف العطف اللي احنا بناخدها في العربي. عشان أربط جملة بجملة تانية بحط وسطها while أو when. while معناها أثناء أو بينما، when معناها عندما. أستخدمهم إزاي في الجملة؟ ده اللي هنشرحهم مع بعض دلوقتي واحدة واحدة. أول حاجة while معناها أثناء أو بينما، وبالعامية كده بنقول لما حصل حاجة معينة حصلت أو ترتب عليه حصول حاجة تانية. طيب، إيه اللي بيميز لي while كأداة ربط في الجملة؟ بيميز لي دايما إن while مصرة ومركزة على الاستمرار. يعني إيه؟ يعني دايما عينيها على الحدث الأطول أو الحدث الأول اللي حصل في الجملة. يعني إيه؟ من اسمها، بما إنها بتركز على الاستمرار فالحدث اللي بعدها مباشرة لازم يكون زمنه ماضي مستمر. يعني أنا لو لقيت while في أول جملة وبعدها جملتين مفصولين بكوما وبيقول لي والله أنا متلخبط ومش عارف أحط أي زمن في الجملة، أقول لك ماشي، لقيت while اعمل لها هايلايت خفيف أو حط تحتها قلم واعمل سهم على الجملة اللي جاية بعدها مباشرة. أوتوماتيك غير زمن الجملة ده وخليه ماضي مستمر. مفيش نقاش فيها، تمام كده؟ طيب هتقولي في جملة متبقية أنا مش عارف زمنها إيه، هقول لك عندك حل من اتنين. الحل الأول إنك تخلي زمن الجملة التاني هو كمان ماضي مستمر. إمتى؟ لو أنت من سياق الجملة فهمت إن الحدثين بتوع الجملة الأول والتاني حصلوا مع بعض متوازيين من غير ما يحصل بينهم أي تقاطع. يعني أنا كنت نايم وهي كانت بتطبخ، أنا كنت بذاكر وهي كانت بتلعب، مفيش أي إشارة لانترابشن أو مقاطعة حصلت. إذا زمنين الجملة بيبقوا ماضي مستمر، على شرط الجملة اللي بعد while لازم تكون ماضي مستمر. ده شيء ما فيهوش تغيير. طيب الزمن التاني في الجملة، الزمن اللي موجود عندي تاني في الجملة، شرط انه يكون ماضي مستمر؟ قال لي لا والله، ممكن كمان يبقى ماضي بسيط. طب امتى نختار ماضي بسيط؟ لما يكون عندي حدث كان شغال مستمر الأول وجه حدث قصير قطع. يعني while I was watching TV، لما كنت أنا بشوف التلفزيون my father came home، بابا جه وعدى قدامي، قطع اللي أنا كنت بعمله. يبقى عندي حدث طويل وحدث قصير، while بتاخد بعدها الزمن الأول أو الحدث الأول اللي هو اللي أنت كنت بتعمله الأول، وبعدين زمن الجملة التاني بيجي في الماضي البسيط. ناس كتير بتتلخبط ومتعودة على إن while بتيجي في أول الجملة. لما تيجي while في نص الجملة بتتلخبط. هقولك ما تتلخبطش، اعمل هايلايت على كلمة while اللي هي أداة الربط اللي عندك أو حط عليها دايرة، واعمل سهم مباشرة على الجملة اللي بعدها. غير زمنه أو اتأكد من إنه ماضي مستمر، دي ما فيهاش نقاش. طيب هيبقى لي جملة تانية أنا مش عارف زمنها إيه، بنفس الطريقة هنتعامل معاها. طيب الجملة دي هتبقى يا إما في نهاية الجملة بعد الماضي المستمر، وعادي جدا إن أنا ألاقيها أحيانا قبل while. كالمعتاد ممكن تكون حاجة من اتنين، يا إما ماضي مستمر وده في حالة إنه كان الحدثين حاصلين مع بعض، أو إنها تكون ماضي بسيط لو كان حدث طويل وجه حدث قصير قطع. هناخد 3 أمثلة توضح لي الفرق في استخدام while. أول مثال هناخده لو while جات لي في أول الجملة. while I was watching TV she was sleeping، لما كنت أنا بشوف التلفزيون هي كانت نايمة. عيني على الجملتين I was watching TV و she was sleeping. اتفقنا؟ أركز على أداة الربط while وأبص على الجملة اللي بعدها. احنا اتفقنا إنها بتركز على الاستمرار وعشان كده بيجي بعدها على طول ماضي مستمر. هراجع تكوين الجملة معاكم. الماضي المستمر بيتكون من إيه؟ بيتكون من subject زائد verb to be في الماضي اللي هي was aware زائد الverb مضاف له ing. هلاقي هنا بدل السبجكت الضمير I. أخد إيه؟ was ولا where؟ أخد was لأنه كان بياخد am في الماضي في البريزنت بتتحول ل was في الماضي. watching اللي هو الفعل watch مضاف له ing وده ماضي مستمر مظبوط. طيب الجملة التانية she was sleeping، يا ترى زمن الجملة دي مظبوط؟ زمن الجملة التانية بيتحدد من سياق فهمك للجملة. تعال نقراها مع بعض. While I was watching TV she was sleeping، لما كنت أنا بشوف التلفزيون هي كانت نايمة. يعني أنا كنت بعمل حاجة في مكان وهي كانت نايمة في مكان، وما حصلش أي interruption وما فيش hint بتقولي إنه حصل مقاطعة.
بالتالي ده حدث كان مستمر بدون قطع وهو كمان هيكون ماضي مستمر. وطبعا الجملة زي ما احنا شايفينها قدامنا موجودة في زمن الماضي المستمر. الحالة الأولانية دي لما كانت وايل جاية في أول الجملة. مثال تاني، لو وايل جات لي في نص الجملة هعمل إيه؟ هايلايت على وايل أداة الربط أوتوماتيك، تمام، وأميز الجملتين اللي عندي. أنا عندي I was reading و my brother was sleeping. عيني بتروح فين؟ عيني بتروح على الجملة اللي بعد وايل. My brother was sleeping. أخويا كان نايم. احنا اتفقنا إنه مع وايل لازم ألاقي زمن الجملة ماضي مستمر، الجملة اللي بعدها على طول. My brother اللي هي بتاخد الضمير he تبقى he was sleeping، ده تركيب صح للجملة. يتبقى لينا جملة تانية أنا مش عارفة هيكون زمانها إيه، وقلنا هنفهمها من سياق الكلام. لما كنت أو أنا كنت قاعد أقرأ لما كان أخويا نايم. بما إن ده حدث مستمر بدون قطع هو كمان هيكون ماضي مستمر. مثال أخير هناخده على while نقرأ مع بعض. While I was cooking the phone rang. لما كنت أنا بطبخ التليفون رن. المثال ده بالظبط زي ما أقول لك لما كنت أنا ماشي اتكعبلت ووقعت. يبقى كان في حدث إن أنا كنت ماشي وبعدين فجأة جه حدث تاني قطعه إن أنا اتكعبلت ووقعت. لما كنت أنا بذاكر النور قطع. يبقى في حدث طويل كان مستمر وفي حدث قصير بعد كده جه وقطع. نطبق ده على المثال. while I was cooking the phone rang. لما كنت أنا بطبخ التليفون رن، فأنا سبت اللي في إيدي ورحت أرد على التليفون. يبقى أنا عندي هنا يا ولاد جملة I was cooking ده اللي جاية بعد while أنا عارفة إن هي الحدث الأطول، الحدث اللي حصل الأول وكان مستمر في الحدوث الأول، وبالتالي أنا اوريدي عارفة من البداية إن هو زمنه ماضي مستمر. طيب مين الحدث اللي قطعني؟ هو the phone rang، ده الحدث الأقصر اللي قطع الحدث الأول وبالتالي ده زمنه ماضي بسيط. دي 3 أمثلة اللي بتغطي كل حاجة احنا فهمناها عن وايل. أتمنى تكون سهلة عليكم. الجزء ده لازم يتذاكر سواء هو أو اللي هشرحه بعد كده في وين، لأن إن شاء الله part 3 اللي هنشرح فيه المرة الجاية هنتكلم كله تمارين على تطبيقات على قاعدة وايل وين. دلوقتي هندخل ونتكلم على وين. وين أكثر مرونة من وايل، أطيب من وايل كتير. هي مبدئيا بتقول لك والله لو انت جبت لي زمن طويل وزمن قصير وقلت لي اختار بينهم، انا هركز على الحدث القصير، وبالتالي لو سمحت انا بعدي لازم تلاقي زمن الماضي البسيط. فلو حصل ان انت لقيت حدث طويل وحدث قصير ولقيت وين اوتوماتيك هتختار الحدث الاقصر، وبالتالي زمن الجمله اللي هتيجي بعد وين هتكون ماضي بسيط، والجمله التانيه طبعا هيكون زمنها ماضي مستمر. ناخد مثال على الكلام ده. She was studying when her mother called her. هي كانت بتذاكر لما مامتها اتصلت بيها. مين الحدث الأطول؟ إن مامتها رنت ولا إن هي كانت بتذاكر؟ طبعا إن هي كانت بتذاكر وده الحدث الأطول، وبالتالي ده زمنه ماضي مستمر. تعالوا نشوفوا الجملة التانية اللي جت بعد when. Her mother called her يعني مامتها اتصلت بيها، وبالتالي ده الحدث الأقصر اللي قطع الحدث الأول، وبالتالي زمنه ماضي بسيط. اتاكد ازاي كمان ان الجمله دي صح؟ احنا اتفقنا ان وين لما يجي بعدها لما يجي معاها حدث طويل وحدث قصير، الحدث اللي بيجي بعدها بيكون زمنه ماضي بسيط لانه الحدث الاقصر، والكلام ده مظبوط وبينطبق على القاعده. دلوقتي ده كان مثال احنا طبقناه لو عندي حدث طويل وحدث قصير. طيب حصل ولقيت في الجمله عندي في الام سي كيو حدثين مستمرين في الحدوث مع بعض، وفجاه لقيته حاطط لي اداه الربط وين. هتلخبط واقول لا انا شفت القاعده دي في وايل بس، هقول لك لا مع وين كمان تنفع. لو لقيت حدثين مستمرين وين ما بتقولش عندها اي مشاكل انها تقبل بعدها ماضي مستمر، وعادي جدا هتحط بعد وين ماضي مستمر، والجمله الثانيه هيكون هي كمان زمانها ماضي مستمر. ناخد مثال على الكلام ده. when they were talking I was listening. لما هما كانوا بيتكلموا أنا كنت بسمع. أشوف الجملتين they were talking I was listening، مفيش أي مقاطعة، مفيش أي علامة تعرفني إن كان في interruption في الجملة، وبالتالي دول كانوا حدثين مستمرين بدون قطع، وبالتالي زمانين الجملة هيكونوا ماضي مستمر. ريفيجن سريع اللي احنا أخدناه على while و when. ايه ال3 معلومات اللي احنا نعرفهم عن وايل؟ اول حاجه مش بتحب التغيير. يعني ايه؟ يعني دايما هي بتحب تركز على الزمن الاطول، في اي حال من الاحوال انا عايزه بعدي الاقي ماضي مستمر في الجمله، الجمله اللي جايه بعدي مباشره لازم الاقيها ماضي مستمر. طيب بالنسبه للجمله الثانيه هنتصرف فيها ازاي؟ قال لي براحتك. الاول اتاكدي ان اللي بعدي جاي ماضي مستمر في الجمله الاولى، والجمله الثانيه بقى العبي فيها براحتك. حابه تكون ماضي مستمر تمام،
امتى؟ لو كانوا حدثين مستمرين مع بعض من غير ما حاجة تقطعهم. حباها تكون ماضي بسيط برضو مفيش مشكلة. امتى؟ لو عندي حدثين، واحد طويل وجه حدث قصير قطع. طيب بالنسبة وين في 3 علامات ليها، ما عندهاش مشكلة في التغيير. بس لو عندي حدثين هي هتركز على الحدث الأقصر، على الزمن الأقصر. هتقبل ماضي بسيط لو موجود، ولو مفيش ماضي بسيط في الجملة هتقبل ماضي مستمر. تاني، لو عندي حدثين مستمرين مع بعض، حدثين مستمرين يعني زمانهم ماضي مستمر، وين هتقول لا ابدا، هتقبل ماضي مستمر بعدهم هما الاثنين. طيب لو عندي حدث طويل وحدث قصير، هي هتختار مين؟ هتقول لا انا هختار الحدث القصير، وبالتالي بعدها يجي ماضي بسيط وزمن الجملة التانية يكون ماضي مستمر. كده احنا خلصنا او عملنا ريفيجن سريعة على while و when. هناخد مثالين بس النهاردة نطبقهم، وإن شاء الله في البارت الجاي هنشرح كله تمارين على while و when. نقرأ المثال مع بعض. بيقولي fill in blanks with the past simple or past continuous، يعني املأ الفراغ بإنك تختار ماضي بسيط أو ماضي مستمر. المثال بيقول we play chess while our parents talk. إحنا بنلعب شطرنج بينما أو أثناء بابا وماما بيتكلموا. وبيقولي لو سمحت اختاري زمن لكل فعل من الفعلين اللي هايلايتد باللون الأحمر. هتصرف ازاي؟ طيب واحدة واحدة. احنا اتفقنا عشان نحل سؤال زي ده، أول حاجة بعمل هايلايت أو دايرة أو خط على أداة الربط اللي موجودة عندي في الجملة. مظبوط كده؟ طيب أداة الربط اللي عندي إيه؟ أداة الربط اللي عندي while، بينما أو أثناء. طيب إحنا اتفقنا إن while بتركز على إيه؟ بتركز على الاستمرار أو الحدث الأول، وبالتالي لازم الجملة اللي بعدها يكون زمانها ماضي مستمر. مظبوط كده؟ طيب بما إنها بقى ماضي مستمر، تعالوا نشوف الجملة هتتكون إزاي في الماضي المستمر. الجملة في الماضي المستمر بتتكون من subject was أو were زائد الفيرب مضاف له ing. مظبوط الكلام ده؟ تمام. تعالوا ننزل الجملة بقى اللي بعد while كده ونتكلم عليه. Our parents ياخدوا الضمير إيه؟ ياخدوا الضمير they. مظبوط كده؟ طيب زي تاخد was ولا were؟ هي زي بتاخد are في البريزنت من verb to be، وبالتالي تاخد في الماضي were. ثم الفعل مضاف له ing، الفعل اللي هو مديهولي talk، يبقى بزود لها ing وهتبقى they were talking. أنا عندي الفاعل اللي هو our parents، يبقى اللي أنا محتاجاه عشان أعمل الجملة صح هي were talking. إياك تنسى verb to be في تكوين الماضي المستمر وتروح تكتبها talking. were talking لازم الverb to be. مظبوط كده؟ تمام. يبقى احنا خلصنا الجزء ده، يبقى حلينا وعرفنا ان الجزء اللي جاي بعد while هيكون ماضي مستمر وحله were talking. ندخل بعد كده على الجملة التانية اللي أنا مش عارفة زمنها. مظبوط كده؟ اتفقنا إن الجملة التانية في الجملة اللي عندي، الجملة التانية اللي بعد الماضي المستمر اللي بيحددها سياق فهمي. تعالوا نقرا. بنقول لما كنت أو إحنا كنا بنلعب شطرنج لما كان بابا وماما بيتكلموا. هل من سياق الجملة تفهم إن في حد قاطع حد؟ لأ. وبالتالي الجملة دي كمان يا ولاد هيكون زمانها ماضي مستمر. هنعملها ازاي؟ اتفقنا we هتاخد من verb to be في الباست ايه؟ هتاخد were، وplay هتتحول لplaying، هتبقى we were playing. اللي ناقص في الجملة ايه؟ كلمة were playing. يبقى حل الجملة دي يا ولاد هتبقى we were playing chess while our parents were talking. مظبوط كده؟ مثال تاني هنتكلم عليه. he drive to work when he have an accident. كان بيسوق للشغل لما حصلت له حادثة. وهاف هنا ليها 3 معاني خلي بالك منها. هاف معناها يملك اللي هو verb to have، وهاف معناها يتناول، ممكن أقول I have my dinner I have my lunch أنا أكلت. وهاف يحصل له حاجة. فهو هنا بيقول لك معنى الجملة كده بالعامي واحنا بنفهمها، هو كان بيسوق لما حصلت له حادثة. طيب مبدئيا احنا عرفنا هندور على أداة الربط بتاعتنا. فين أداة الربط بتاعتي؟ أداة الربط بتاعتي اللي موجودة هي when. مظبوط الكلام ده؟ طيب تعالوا بقى نقرا الجملتين ونعرف زمن حدوثهم ايه. هو كان سايق لما عمل حادثة. مين الحدث اللي حصل الأول في الجملة؟ الحادثة حصلت وبعدين هو سايق، ولا كان هو سايق الأول وبعدين حصلت الحادثة؟ لا، هو كان سايق الأول وده الحدث الأول في الجملة، وبعدين الحدث الثاني إنه حصلت له حادثة. طيب يبقى الحدث الأول هو الحدث الأطول وبالتالي ده زمنه ماضي مستمر، والحدث التاني هو الأقصر وده زمنه ماضي بسيط. واللي يأكد لي الكلام ده يا ولاد إن وين بيجي بعدها الزمن الأقصر اللي هو الماضي البسيط. مظبوط الكلام ده؟ طيب
يبقى احنا خلاص وصلنا ان when هيجي بعدها ماضي بسيط، والجمله الثانيه اللي هي he drive to work هتبقى ماضي مستمر. تعالوا بقى ايه نحول كل جمله واحده واحده لزمنها. he drive هنحولها لماضي مستمر، هتاخد ايه من verb to be؟ هتاخد was، وdrive هتبقى driving. يبقى he was driving to work. when he have an accident ماضي بسيط. يلا refreshment على الماضي البسيط، بيتكون من ايه؟ بيتكون من subject زائد التصريف التاني للفعل. have أو has في البريزنت بيتحولوا لهاد في الماضي. وتبقى إجابة السؤال ده يا ولاد he was driving to work when he had an accident. كده احنا أخدنا المثالين اللي بيغطوا while و when. في أمثلة tricky أكتر هناخدها المرة الجاية إن شاء الله. جزء طويل وتقيل أنا عارفة، إن شاء الله بإذن الله أنا عارفة إن أنتوا قدها وهتذاكروها. أتمنى تكونوا فهمتوا. أشوفكم إن شاء الله في الجزء الجاي. باي باي.